هذا ما آل إليه القصر القديم بولاية بشار. بعدما كان مقصدا للأخيار، ها هو اليوم مكان للأشرار، إذ أصبح وكرا للرذيلة وأضحى خطرا على ما تبقى من السكان. وحنا كما رانا نشوفوا هنا القصر القديم اللي كان اهل بالساكنه بكري، ها هو شوفوا فيه كاع تهدم هنا تهرس. لا ماذا بينا تكون تدخلات وتكون التفاته من الجهات الامنيه في هذه المنطقه وتدخلات. الامر راه خطير بزاف يا جماعه، والا بقينا في هذا الوضع غادي نمشيو من الاسوء للاسوء. احنا غير متخوفين كي قال الاخر واحد راه كي يطيح الليل راحنا ما نقدوش نخرجوا من ديارنا، قليل اللي راه يفوت من هنا، سيرتو تبلع المسجد صاي المسجد. وكي قال الاخر راك تشوفوا الناس ما محترميناش، لا من جهه الكرفي ولا من جهه اي حاجه، كاع كل الامور تما راهم متراكمه فيها. بالله ما عنديش بزاف كاع. شو ولا عمي شو كي داير الحال. انا في الصيف نعانوا، ينقزوا هنايا يديروا نعانوا من كل شيء، نعانوا من بني ادم، نعانوا من الحشرات تاع المواطنين اللي راهم مازال ساكنين وتولي اوكار الجريمه. حق نتمنوا السلطات الامنيه تلفت حدا لهذا الجامع تاع القصر باش هما يحدوا من هذه الظاهره تاع الاغتصابات والظاهره هذه تاع المهلوسات راه افات. انا راني ساكن هنايا، ساكن وحدي، ما حسيتش كانش نهار وحدي هو اللي يقتلني ولا تسمى. راه افات هذه البلاصه، اللي بغى يدير شي حاجه يجي يديرها هنايا. تبعوها وحدين داو لها الصاك تاعها. دوك الناس لا تخاف تفوت في هذه البلاصه، خاطر الاوكار بزاف، دوك ديار مهجورين طايحين. اي واحد راه يستغلوا، ما نقولوش ثاني اولاد الحي راه يجوا من هبه ودب. السكان ذاقوا درعا من هذه الوضعية وطالبوا الجهات الوصية بحلول جذرية. احنا نطالبوا يا يسووا لنا الوضعيه، يعطوا لنا السكانيه وهذه ويبلعوا القصر يخلوه كما نقولوا متحف، يا يطيحوه نيشان. تنخسر ان هنا كاع المجتمع يهضر في هذه القضيه، وخصوصا اولياء الامر اللي عنده شي ولد ربيه، اللي ما يعرفش يربي ولده الحبس كاين. ماشي لهذه الدرجه كاع، الناس شويه تتكلم، الناس تهضر على نفسها، الناس هذه حقيقه. هذا القصر اخويا دوك راه ولا غير روماد، هي يتسولها وضعيته، يعطوا له مواليه سكاني، يهودوا له باباه، ولا حتى يقعد الاثار التاريخ يفوتها. الناس دروك الا بغاو يحافظوا على هادشي خص السلطه تعاوننا، يا يرموه يبلعوه يردوا له السقوفه نتاع كيما كان زمان باش ما يلقاوش الناس منين تدخل، ولا يطيحوه نيشان خطره واحده ويهنونا. ودوك هذا قصر، وراكم تقولوا باللي الناس تحافظ على التراث وتحافظ على الاثار وتحافظ، يا خويا يجيو يرموه بالماده الاخرى غير بالطين. القصر القديم هو معلم أثري وأصل نشأة ولاية بشار. من المؤسف أن يتحول إلى هكذا وضعية، ولهذا وجب تضافر الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.